تعالوا نعمل مع بعض طبق ملوخية تاكلوا صوابعكم وراه. تركة مهمة معانا هنا ان الملوخية بعد ما تتغسل وتتقطف كده تتساب كويس جدا تنشف وتجف تماما عشان ما تبقاش مكتلة معايا ويبقى لونها اخضر زاهي. في حلة على النار بضيف مادة دهنية، أنا ضفت هنا 3 معالق كبار من الزيت. في طبق على جنب بشرت طماطماية صغيرة في العين الواسعة بتاعة المبشرة، وضفت عليها معلقة صغيرة من السكر. الخطوة دي اختياري ولكن جربوها هتفرق جدا في طعم الملوخية. قلبتها كويس مع السكر، وبعد كده الزيت بتاعي لما سخن نزلت عليه فص كبير من التوم المفروم، حوالي نص معلقة صغيرة. بقلبه كويس جدا وبستنى لغاية لما التوم بتاعي يبتدي يصفر وريحته تظهر معايا. بعد كده بنزل عليه بالطماطمايه المبشورة، وزي ما قلنا مبشورة مش معصورة. بسيبها حوالي 5 دقايق لغاية لما تبتدي تتسبك وتبتدي تدخل في مرحلة السوى. وبعد كده بكون مجهز معايا الشوربة بتاعتي، دي شوربة لحمة اللي عملناها قبل كده على القناة، هسيب لكم الرابط بتاعها في التعليقات. واللي مش متاح عنده شوربة لحمة ممكن يستخدم شوربة دجاج، ممكن يستخدم مكعبات مرق زي ما هو عاوز. هنا بعد الطماطم بتاعتي ما اتسبكت بنزل عليها بكمية الشوربة، براعي ان كمية الشوربة ما تكونش كتيرة، بنزل بكمية بسيطة عشان الملوخية بتاعتي ما تخفش. بعد كده هظبط قوامها شوية بشوية، بقلبهم مع بعض واسيبهم لما يبتدوا يغلوا. بعد كده ضفت الملح بتاعي حسب الرغبة، ولما الشوربة تغلي مع الطماطم كويس ابتدي انزل بالملوخية بتاعتي. بقلب الملوخية كويس على كل ده على نار فوق المتوسطة عشان الملوخية بتاعتي تبتدي تفك. اقلبها كويس لغاية لما تفك تماما، وزي ما احنا شايفين القوام بتاعها. بعد كده هبتدي اظبطه انا شوية بشوية، دي حاجة حسب رغبة كل واحد فينا، اللي يحبها تقيلة وفي اللي بيحبها خفيفة وفي اللي بيحبها متوسطة. المهم ان نفضل محافظين على العرق بتاع الملوخية زي ما احنا شايفين كده. بنزل الشوربة زي ما احنا شايفين سرسوب كده، وشوية بشوية مع التقليب لغاية لما توصل للقوام المطلوب. كده خلاص الملوخية بتاعتي تعتبر جهزت. بسيبها على النار لغاية لما تبتدي تغلي معايا زي ما احنا هنشوف كده. أول ما تبتدي تطلع فقاقيع كده وتبتدي تقلب زي ما بنقول، خلاص نطفي عليها النار، وكده الملوخية بتاعتنا بقت جاهزة. حاجة مهمة جدا، ما ينفعش ان احنا نغطي الملوخية عشان ما تسقطش معانا في الشوربة، لازم تبقى متسابة الحلة مفتوحة كده. بعد كده بجهز الطشة بتاعتي، عبارة عن معلقة كبيرة من السمنة، سمنة وزبدة أو سمنة وزيت أو زبدة وزيت زي ما احنا عاوزين. المهم المادة الدهنية تكون كتيرة كده، والثوم بتاعنا يكون عايم فيها، وده سر صوت الطشة اللي ناس كتير جدا بتسأل عنه وبتقول أنا بعمل ملوخية والطشة ما بتطشش ليه. الثوم هنا حسب الرغبة، أنا حطيت معلقة كبيرة من الثوم، اللي عاوز يحط أقل من كده دي حسب رغبة كل واحد فينا. ضفت عليها معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ولغاية لما الثوم بتاعي يوصل للون الأصفر الذهبي وأشم ريحة الطشة بتاعت الملوخية وتكون بتغلي معايا زي ما احنا ريحتها فحفحت خلاص وملت المكان، وهي كده جاهزة إن هي تعمل معانا أحلى صوت للطشة وأحلى طعم الملوخية. بقول لكم إيه، ما تيجي نشوف. متهيألي شميتوا الريحة من الفيديو. دلوقتي بنقلب الطشة الجميلة دي مع الملوخية وبنروح بقى على الترابيزة وبنغرف. أهم حاجة طبق الباذنجان الجميل ده، هسيب لكم الرابط برضو بتاعه في التعليقات، مع شوية الرز بالشعرية واللحمة اللي زي الفل دول. خضار الملوخية، ناس كتير بتقول الملوخية لونها ازاي يبقى أخضر زاهي. أولا لازم تكون فريش، ثانيا ما نسيبهاش تغلي كتير، ولو كانت متخزنة أو عندنا من فترة قديمة ممكن نضيف معاها نص معلقة صغيرة من الكربونات. مستنيكم تجربوها ومستني رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات جديدة على قناتكم، قناة شيف محمد شحاتة، مع ألف مليون سلامة.